عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. عندنا النهارده اكله حلوه جدا بجد، جربوها. متنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه ولايك للفيديو قبل ما نبدا. عندنا هنا الطريقه اللي انا بغسل بيها البانيه او صدور الفراخ. بحطها في ميه وملح، وكمان اوقات بحط دقيق. وطبعا مش بسيبهم منقوعين كتير لان البانيه بيبقى خفيف جدا. هنا انا هقطع عندي هنا صدر واحد. صدر واحد فراخ، ممكن تستخدمي وراك. بس انا بفضل الصدور يعني. بقطعها بالطريقه دي قطع اكبر شويه من الشاورما، يعني قطع الشاورما بتبقى اصغر من القطعه دي، انا عايزاها قطعه كبيره شويه. هنا حطينا التوابل بتاعتنا اللي احنا هنتبل بيها الشاورما اللي احنا قطعناها، القطع الدجاج اللي احنا قطعناها. حطينا ملح وحطينا توم وحطينا توم وبصل باودر وحطينا بابريكا وحطينا فلفل اسود. وحطينا توم، هنحط توم مفروم. هنا انا فرمت 3 فصوص توم، خدت نصهم وفي الاخر انا هحتاج الباقي. هتشوفوه في الاخر. هنا بقى حطيت عليهم كمان زيت. طبعا رشة السكر ما ننساهاش. هنقلب بقى التوابل بتاعتنا دي كلها. سيبها زي ساعة كده في التتبيلة، بتبقى احسن يعني. هنا بقى عندنا طاسة، حطيناها على درجة حرارة متوسطة، هننزل بزيت. مش هننزل كتير لان احنا في التتبيلة اوريدي حاطين زيت. تمام. هنشوح بقى الفراخ. احنا النار طبعا كانت الزيت سخن، وصدمنا الفراخ. ده الزيت على فكرة هي ما نزلتش مية خالص. وحطينا بقى الغطا، وهنا كنا وطينا شوية النار عليها لان احنا عايزين نسويها سوا كامل. عشان خلاص هو ده السوا اللي احنا معتمدين عليه، احنا مش هنسويها تاني. خلاص بقى احنا هنطلع الفراخ كلها بره في طبق، عشان احنا هنرجع نستخدم الطاسة تاني. ده مكعب مرقة، حطيناه في كوباية ونص مية سخنة. تمام. كوبايه ونص ميه سخنه دوبنا فيها مكعب المرقه. هنرجع بقى للطاسه اللي احنا حمرنا فيها صدور الفراخ. حطينا فيها معلقه زبده، وحطينا البصل المفروم. يستحسن نكونوا فرمينه ناعم او مقطعينه قطع صغيره جدا. في الطريقه دي لو حابين الناس اللي بتحب المشروم، هيبقى حلو جدا في الاكله دي. بس انا الصراحه مش بحبه خالص يعني. بعد ما البصل خد معانا اللون الذهبي ده، نزلنا بالثوم المفروم الباقي. عندنا بقى معلقة ونص دقيق، معلقة ونص دقيق كبيرة. هنقلبها على البصل اللي احنا مكرملينه ده. هنقلب فيهم كويس جدا لحد ما بقوا عندنا بالشكل ده. هنا بقى عندنا الكوباية ونص شوربة اللي حطينا فيها المرقة، هننزل بيهم على البصل اللي احنا عملناه. هحط بقى معلقة صغيرة مليانة مستردة. وكمان هحط معلقة كبيرة صويا صوص. تمام. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما يبدأوا ان هما يغلوا. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بدأت تغلي خلاص اهي. هنقلبهم بس تقلبتين كده. بعد كده هوطي النار عليها على نار هادية لمدة 15 دقيقة. تمام. خلاص احنا هننزل بقى الفراخ قطع الدجاج اللي احنا خلاص حمرناها. هنحطها بقى في الصوص التحفة اللي احنا عملناه ده. هدينا هنا بقى النار عليها وهنسيبها لمدة 15 دقيقة زي ما قلنا. وهنقفل الغطا. تمام. هنسيب بس القطع الدجاج مع الصوص كده يعني يبقوا ميكس مع بعض. هنا عندنا ده زبادي يوناني. تمام. هتلاقوه موجود في السوبر ماركت عادي. انا هاخد هنا نص العلبة. تمام، نص كوباية الزبادي. طبعا مش هنزلها على طول على الخليط ده، مش هينفع. خدت من الصوص، خدت معلقتين كده عشان اقلب الاول الزبادي، لان مش هينفع انزل بيه مرة واحدة، ممكن يكلكع مني. هنقلبه كويس جدا. وكل شويه هاخد معلقه معلقتين، يعني اقلبهم لحد ما الاقيه خلاص بقى خلاص نفس درجه الحراره بتاعه الصوص. وبعد كده هنزل بيه بالراحه برضو، واحده واحده كده، لان انا مش عايزه يبقى فيه اي تكتلات. وهقلبه بقى بسرعه كده مع الصوص اللي عندنا. وطبعا مش هسيبه طبعا على النار خالص، يا دوبك تقلبتين كده. والمفروض هطفي النار عليه. لو مش هتاكلوها مثلا في وقتها، ممكن بعدها هتسخنوه برضو مدة قليلة برضو،
مش هتسيبوه ان هو يغلي عشان ما يكلكعش. تمام كده خلاص احنا كنا طفينا النار. عندنا بقى بقدونس، هحط بقى كده البقدونس ده، شكل البقدونس عشان الناس اللي بتتلخبط، زي بيبقى عامل زي فرع الشجرة كده، غير الكزبرة بتبقى طويلة شوية. رشة بقى كده، رشة كزبرة للتزيين، وبرده كان طعمها حلو جدا معاها طبعا. هنعمل بقى الرز المبهر، حاجة يعني بجد كان حلو جدا. عندنا هنا بقى زيت، زي 3 معالق زيت تقريبا، ومعلقة زبدة كبيرة. الزبدة النهاردة العامل الأساسي بتاعنا، استخدمناها في الرز في قطع الدجاج، بتدي تيست حلوة قوي للأكل. وكمان استخدمنا المرقة مع الفراخ، وكمان هستخدمها هنا كمان في الرز. بعد بقى ما الزبدة عندنا والزيت يبدأوا ان هما يسخنوا، هنزل بقى بالتوابل والبهارات اللي عندنا، لان ده رز مبهر. حطينا هنا حبهان، حطيت واحدة بس، وحطيت ورق لورا او ورق لوري، شوفوا بتقولوها ازاي. وحطيت قرفة، وحطيت كركم، وهحط كزبرة ناشفة، وحطينا كمان 7 بهارات. تمام 7 بهارات، يعني كلهم معالق صغيرة. شوفي النكهات اللي بتفضليها بتحبيها، وعايزة تزودي منها، عايزة تقللي، ده يرجع للتذوق بتاعك. حطينا هنا 1.5 كوباية رز مغسولين طبعا ومتصفيين من المية، ده رز أبيض. ما استخدمتش رز بسمتي. تمام هشوحهم بقى، اول ما نشم ريحة البهارات مع التوابل دي، هننزل بقى بالرز وهنشوح فيهم. شوحناهم قلبناهم شوية، وهنا حطينا الملح، دايما بحطه اخر حاجة في اي حاجة. تمام. طبعا الرز الابيض بياخد، كل كوبايه بتاخد كوبايه قدامها شوربه او ميه. هنا حطيت 1.5 كوباية رز، حطيت عليهم 1.5 كوباية شوربه، اللي هي انا عاملاها 1.5 كوباية ميه، وحطيت عليها واحده مرقه. تمام. هنا بقى الرز اتشرب، حطيناه على نار هاديه وقفلنا الغطا. هنا خلاص الرز كان استوى، ما اقولكوش بجد كان حلو جدا، كان تحفه يعني. هنا اهو لحد تحت، هو لا اتحرق ولا في اي حاجه، ومفرفر وجميل قوي. كان طعمه حلو جدا مع صدور الفراخ اللي احنا عملناها، الاتنين ميكس رهيب يعني. اكيد هجرب اعملها كذا مرة تاني، لان هي بجد كانت حلوة جدا. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. ودي كانت اكلتنا النهاردة، استنوا مني طرق جديدة مختلفة للاكل وسهلة ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك للقناة. يلا باي باي.